السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم كيكة جديدة وشكل جديد وإن شاء الله هنستفاد من بعض النهاردة في الفيديو ده. كيكة جميلة بتدرج الألوان باللون الزهري. هنقول على كل التفاصيل، خبزناها في مقاس قد إيه، هتكفي كام فرد، وكمان الشكل ده هنطلعه إزاي. تابعيني ومع بعض هنشوف الطريقة. أول حاجة معانا هنا الديسك بتاعي أو البورد بتاعي مقاس 25. أنا ثبت عليه أول ديسك من السبونج بشوية كريمة زي ما احنا متعودين. سقيت الديسك بسيرب الخفيف، والسيرب الخفيف قلنا قبل كده كوباية سكر على كوباية ونص مية يغلوا غلوة، وبعد كده بنطفي النار وبنحط شوية فانيليا عشان يديله نكهة حلوة. يبرد وبنستعمله في تسقية الكيك عادي جدا. وزعت عندي الكريمة وابتديت احط برضو الحشوة بتاعتي. حشوة عبارة عن كريمة فراولة. الحشوات دي انا بشتريها جاهزة من مستلزمات الحلويات، بشتري جودة كويسة، وكمان في الجملة بتكون اوفر عليا من اني اشتريها بالكيلو. وزعت الحشوة وابتديت احط الديسك التاني وهشربه برضو بالسيرب وهحط الكريمة. وهنتكلم دلوقتي السبونج ده اتخبز ازاي وهيكفي كام فرد. ده ربع كيلو سبونج جاهز على معلقة محسن جل صغيرة، ربع كوباية مية، 3 بيضات، كمان رشة فانيليا وشوية خل، ضربتهم في العجان 7 دقايق وحطيتهم في صينية مقاس 20. ليه 20؟ أنا مش عايزة ارتفاع عالي، أنا عايزة 3 طبقات بس. ممكن أحطهم في مقاس 18، بس الديزاين المطلوب مني أو اللي أنا اخترت أعمله للعميلة كان محتاج يكون مساحة أوسع شوية من ال18. طيب خبزناه في مقاس 20 ودخلناه الفرن على درجة حرارة 180. أخد معايا ساعة في الفرن، وتاني يوم ابتديت إن أنا أشتغل فيه. مقاس 18 بيكفي من 10 ل 12 فرد، وكمان بيكون مرتاح جدا. ما شاء الله، شايفين طبقات الكيك جميلة جدا ومرتفعة وحلوة قوي وهشة. فالمقاس ده بيكفي معاكي من 10 ل 12 فرد. طيب انا حطيته في مقاس اوسع عادي جدا، هو نفس المقدار، مش هيزيد عليكي في التكلفة. انا الفكرة ان انا حطيته في اوسع عشان خاطر الديزاين يكون شكله حلو معايا. بعد ما وزعت عندي اخر طبقة من السبونج، حطيت عليها سيرب برضو خفيف، وابتديت ان انا احط الكريمة دي علشان تحبس لي الفتات. ده اخر شوية كريمة كانت متبقية عندي من شغل قبل كده حشيت بيها الكيك، وكمان غلفت الطبقة دي عشان خاطر تحبس لي الفتات. هدخلها الفريزر شوية صغيرين لحد ما اضرب الكريمة اللي هجلس بيها الكيك. ضربت عندي شوية كريمة. الكيكة دي المقاس ده بياخد معايا قد ايه؟ بياخد معايا كوباية كريمة. انا بنكه الكريمه بتاعتي بايه؟ انا اولا الكريمه بتاعتي جميله جدا ونكهتها حلوه قوي، بس بعزز نكهتها بان انا بضيف عليها معلقتين لبن بودر. وكمان السكر بتحكم في طعم الكريمه، انه ما يكونش مسكر قوي او زياده زي ما انتي حابه او العميل حابب. انا متعوده ان انا اتحكم في درجه او طعمه الكريمه بتاعتي، لان في حشوات في الكيك، ففي نكهات هتبقى زيادة سكرها، فبلاش يكون العميل ياكل حاجة حلوة قوي فيبتدي يكره الطعم او الكيكة اللي هو بياكلها. انا حاطه على المقدار الكوبايه معلقه من السكر على معلقتين لبن بودر، وضربتهم مع كوبايه وربع من الميه الساقعه علشان تطلع معايا الكريمه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ناعمه وجميله جدا وملساء وما بتغلبنيش ابدا في الشغل. من الوقت للتاني لو ركنتي الكريمة ابتدي ان انتي اضربيها بالسكرابر عشان خاطر يبقى معاكي فراغات الهواء تطلع وتريحك في تجليس الكيك. زي ما احنا شايفين هنا بوزع على السطح من فوق وهسويه، وهبتدي اعمل بالسكرابر بتاعي من الجوانب. انا عايزه اقول لكم ان انا اللي اخترت شكل الكيكه دي. لما يكون عميل مريح جدا ويقولك على ذوقك، انا شايف شغلك ما شاء الله جميل جدا والإقبال عليه حلو قوي، فبتكوني عايزة تعملي كل حاجة عشان ترضي العميل ده، رغم ان هو يعني لوحده راضي من غير اي حاجة. فانا هنا اقترحت عليها الشكل ده. هي كانت طالبة شكل موجود عندي على الجروب، وقلت لها طب رأيك نغير في الشكل ده؟ فقالت لي على ذوقك، خلاص اللي انتي شايفاه. حتى الحشوة كمان يعني قالت لي على ذوقك. الكيكة كانت لبنوتة حفيدة العميلة، عمرها سنة واسم البنوتة كمان سنة. فهي طلبت الكيكة وقالت لي خلاص على ذوقك. فانا حطيت الحشوات اختياري ليها، وقلت لها اختاري الحشوة اللي انتي بتحبيها. فهي اختارت كريمة فراولة،
واختارت إن الديزاين خلاص على ذوقي. فابتديت إن أنا بقى إيه، أشتغل على خطوة إن أنا الشكل النهائي ده أنا ما عملتوش قبل كده على القناة. فأنا قُلت خلاص هاعمله وأصوّره عشان خاطر الناس اللي حابة تعمل الفكرة دي فتستفاد من الشكل. أنا عندي هنا لون طعام جل لونه زهري، عندي شوية كريمة كانوا باقيين صغيّرين لونها زهري، فابتديت إن أنا أحُط عليها كمان كريمة بيضا وأضيف كمان درجة اللون الزهري عليهم. العلبة كانت آخرها، فابتديت أحُط عليهم شوية مَيّة صغيّرين خالص علشان خاطر تطلّع كل الألوان فيها. أنتم عارفين طبعًا اللون الطعام الجل بيبقى متماسك في العلبة، فابتديت إن أنا أحُط عليها شوية لون طعام. مش مستاهلة إن أنا أفتح العلبة التانية، فقُلت خلاص هاستعمل دول. وزّعت اللون على الكريمة وابتديت أحُطّه في الكيس اللي أنا هاعمل منّه الروزيتات على الشكل النهائي وأحُط على الجوانب بالشكل ده. أنا هاعمل بس حاجة بسيطة كده على الأطراف علشان أدّي له لون كده حلو، وهاعمل لها تمويجة كمان شكلها حلو. ممكن أستعمل scrubber وأنا باوزّع درجة اللون دي عادي جدًا، بس أنا كده هاستعمل القمع والكيس وأنا باعمل الروزيتات من فوق، فابتديت إن أنا أوزّعها بالشكل ده. هابتدي إن أنا أعمل مسحة بسيطة كده وبنفس الscrubber هاعمل التمويجة، هاطلع لفوق ولتحت وهالِف البورد معايا عشان أوصل للتمويجة الجميلة دي ودمج اللون الزهري مع الأبيض، كان شكله تحفة على الطبيعة بجد كانت روعة. أتمنى إن هي بس تكون الصورة واضحة والتمويجة دي تعرفي تعمليها إزاي بكل سهولة. خلاص كده وصلت للشكل النهائي، هابتدي أعمل الروزيتات من فوق. أنا مستعملة القمع بتاعي اللي هو الوردة المفتوحة، ما شاء الله بيخلّي الشكل روزيتات الكريمة شكلها حلو أوي. شايفين معايا؟ أتمنى إنها تكون واضحة، كان شكلها بجد في منتهى الجمال. هنا ابتديت خلاص أحط عندي شوية sprinkle أبيض صغير، ادّاها برضه شكل حلو أوي. وكمان كنت طابعة الفراشات في المكتبة على ورق كرتون علشان يستحمل معايا الوقت الطويل، لو قعد وقت طويل عند العميلة على الكريمة فيستحمل معايا. لو عملته على ورق رقيق فأقول لِك إن هو مش هيستحمل، ممكن وهو موجود عندي تبوش معايا الورقة على الكريمة. ده الشكل النهائي للفراشات، وبعد ما قصيتها ووزعتها على الكريمة بالشكل ده على الكيك. هابتدي كمان أحط واحدة على جنب زي كده، وكان شكلها في منتهى الجمال. البنوتة كان اسمها سَنة وعمرها سَنة، فأنا طبعت وصّيت الشخص اللي أنا باتعامل معاه يعمل لي الطُبَرات دي، إنه يعمل لي المقاس اللي يليق على حجم الكيك، وابتديت إن أنا أحُطّه على الكيك بالشكل ده، وكمان شمعة عُمر سَنة، وإن شاء الله العمر كُلّه يا سَنة. الكيكة عجبت العميلة جدًا وانبهرت بيها شكل وطعم وفي منتهى الجمال. أتمنى إن شاء الله إنها عجبتِك، تستفادي من الفيديو وتحطّي لايك واشتراك وتفعّلي زر الجرس عشان في فيديوهات جديدة. عايزة أقول لِك إن إحنا بنتعب في تصوير الفيديو وقُلت قبل كده، فالفيديو بياخد مننا وقت تصوير ومونتاج، وعشان خاطر أطلّع لِك الشكل ده، فأتمنى إن أنتِ بدعمِك تشيّري الفيديو، وكمان اشتراك عشان يوصل لِك كل جديد واللايك بتاعِك. أطيب الوصفات مع نوفا، إن شاء الله في فيديوهات كتيرة جديدة، وتابعيني إن شاء الله هنستفاد فيها مع بعض. أسيبكم في رعاية الله، انتظروني في فيديوهات جديدة. باي باي.